ما تيجي نشوف حالات مباراة نادي الزمالك وفاركو، ايه اللي حصل فيها؟ فيها حالات ونخش على اول حالة. في مساحة لمحمد فخري ياخد فاول وخطأ ضد دونجا، ويعني ياخد انذار دونجا بعد صفر، ودونجا يتحصل على انذار في الدقيقة 20. دونجا بيعمل فاول ومصر على الفاول وبيشد اللاعب من الفرنة بتاعته، والحكم بيديله انذار. عمل ايه بعد الانذار؟ شوح بايده وان هو ما عملش حاجة وبيبرطم كمان. الحكم عمل ايه؟ عمل نفسه عبيط وبيسجل في الانذار. فاول تكتيكي في اللقطة اللي فاتت، يقطع الكرة. لكن نخش على الحالة الثانية. الكرة اوفسايد، حامل الراية ما رفعش والحكم ما صفرش. 1-3 اكتر من رائعة في اللقطة، واتلعبت كرة ضربة ثابتة، ضربة مرمى. نخش على الحالة الثالثة، والحالة الثالثة ثابتة. بابا كارنيداي، اشتراك من احمد فتوح، مسك راسه ووقع السنغالي. عنده لقب اندر 20 مع اشبال اسود الترانجا في 2023. فتوح بيضرب اللاعب بكوعه في وشه، دي فيها طرد ولا فيها انذار؟ لحامل الرايه قال لي الحكم، ولا حتى اللي على الفار قال لي الحكم. دي حالات نادي الزمالك. دي رابع مباراه ليه. اول مباراه كانت مع سيراميكا كليوباترا فيها طرد لدونجا ما اخذهوش. ثاني مباراه كانت مع المقاولون، عبد الله السعيد ليه طرد ما اخذهوش. المباراه الثالثه مودرن وكان ابو جبل حارس المرمى، والسبب في الهدفين وخصوصا الهدف الثاني اللي دخل فيه الخرم. ده نادي الزمالك اللي متصدر الدوري في 4 مباريات، هي دي المباريات بتاعته وسبب التصدر بتاعه.